الرشايدة جمرة من جمجمة قيسية، كانت لغطفان القوة في القبائل القيسية فأصبحت جمجمة القبائل القيسية، وكانت لعبس القوة في غطفان فأصبحت جمرة القبائل القيسية، وكانت للرشايدة القوة في عبس فأصبحت لها القيادة والريادة في الهجرات إلى وادي النيل. وأيضا بكون الرشايدة هي جمرة عبس في وقتنا الحالي، فهناك البعض من الفروع التي تعود بنسبها إلى القبائل القيسية هاجرت تحالفا مع قبيلة الرشايدة إلى وادي النيل. وحينما نقول وادي النيل المقصود بها مصر والسودان وإريتريا، حيث كانت القوة لقبيلة الرشايدة آنذاك. وهذه واحدة من الأشياء التي تؤكد مدى ترابط القبائل القيسية فيما بينهم، مؤكدين ما أمرهم به الله عز وجل حينما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. لا يا الرجوم السود لو ينشدك نشاد، عطيه السراحة واشرحي له عن أحوالي، تمثل حياتي حالات الصدر الوراد، وواصل سفر ليلي وعصري ومقيالي، تمثل حياتي حالات الصدر الوراد، وواصل سفر ليلي وعصري ومقيالي، تمثل حياتي حالات الصدر الوراد، وواصل سفر ليلي وعصري ومقيالي، تمثل حياتي حالات الصدر الوراد، وواصل سفر ليلي وعصري ومقيالي.